بتحلم تدرس في امريكا، بس طبعا المصاريف عامله لك ازمه ودوشه كبيره قوي في دماغك، ومحتار برضو تبدا بالجامعه على طول ولا تخش كوميونتي كولج، وايه الفرق اصلا ما بينهم، وانهي احسن ما بينهم في السفاره، الجامعه ولا كوميونتي كولج. في الفيديو ده انا هقول لك على كل حاجه، خليك معايا للاخر ويلا بينا. طيب خلينا نبدا في الاول. ايه اصلا الكوميونتي كولج دي وبتفرق عن ايه في الجامعه؟ علشان في ناس كتير قوي فاكره ان الكوميونتي كولج دي الصنايع. يا جماعه الكوميونتي كولج دي هي الجامعه، بس انت بالاخر بتدرس سنتين فيها وبعد كده بتحول في جامعه. فانت لما تيجي بتحول في جامعه مش بتبدا من اول تاني او سنه اولى، لا انت بتكمل على السنتين اللي انت خدتهم في الكوميونتي. طبعا بتكون ارخص وفيها فرص لمنح دراسيه بعد كده في الجامعات اكتر بكتير من ان انت تخش على جامعه على طول. طبعا بيكون فيها عدد طلاب قليل جدا، فتقدر تاخد اهتمام اكتر من البروفيسورز بقى او اي حاجه دكاتره سواء انت بتسميها ايه. يعني بالنسبه للجامعه فانت بتخش على طول ال4 سنين، مش هتحس بالانطوائيه كتير. ليه؟ لان انت كوميونتي كولج هتدرس سنتين حلو وهتسيبها خلاص اكنك خلصت خلاص، وهتنقل على مكان تاني هتبدا السنتين الاول جديد. فالصحاب اللي انت عملتهم اصلا في السنتين الاولانيين مش هيبقوا معاك في السنتين التانيين، فهتبدا ان انت تعمل ناس تانية او تعرف على ناس تانية. فاول فتره دي هتحس ان انت انطوائي جدا، مش عارف تتعامل مع حد خالص، ان انت لسه الموضوع جديد بالنسبه لك. فهي دي مشكله ايه ان انت ما تخش على الكوميونتي كولج في الاول وبعد كده تكمل على الجامعه. رقم اتنين، التكاليف الناس كلها عايزه تعرف ايه الفرق بين التكاليف، واي حد بيسالني التكاليف. طيب بص يا معلم، التكاليف دي طبعا الكوميونتي كولج ارخص بكتير من الجامعه. اقول لك ازاي. الكوميونتي كولج بيبقى سعر الكريدت الواحد او سعر الساعه الواحد بيتراوح ما بين $300 و$500. فانت اقل حاجه انت ممكن تاخدها اللي هو 12 ساعه في السمستر. بمعنى ايه 12 ساعه في 12 كريدت؟ انا شرحت الموضوع ده قبل كده. فال 12 ساعه ده اضرب بقى ال 300 او ال 500 في ال 12، فهتكلفك حوالي 3600 ل $6000. واخد بالك معايا؟ فانت طبعا التكاليف دي احسن بكتير من ان انت تخش جامعه تدفع لك 10000 في السمستر. حلو. فهي دي ميزه الكوميونتي. عيب بقى الكوميونتي كولج بالنسبه للساعات والاوهام اللي هم بيهموا لك. طب الكريدت الواحد ب $300، طب انا خلاص يعني انا مثلا اخدت 3 في 12، ف يعني في $3600 في السمستر، فالكلام ده لذيذ. الموضوع مش هيتحسب كده، مش بتتحسب كده يا صاحبي. من الاخر ايه بتتحسب ازاي؟ ان انت دلوقتي محتاج عشان تتخرج من الكوميونتي كولج دي محتاج ان انت تجيب 60 ساعه في قد ايه براحتك، بس هي اقل حاجه سنتين. ازاي؟ يعني انت لو حسبتها دلوقتي ان 60 ساعه عايز تقسمهم على الاربعه، فانت كل سمستر هتاخد 15 كريدت. فال 15 كريدت ده انت بتدفع حقهم، يعني مش بتدفع ب 12. فالحسبه ما بين ان انت هتدفع ال $300 في الكريدت بدل ما تضربهم في 12 هتضربهم في 15، فبالتالي الموضوع ايه؟ هيبدا يزيد. طيب بالنسبه طبعا لاول سمستر، اول سمستر ده بيحاولوا ان هم مثال، يعني حصلت معايا انا طبعا ما كنتش عارف الكلام ده، بس اول ما دخلت كانت طبعا بتاخد حاجه اسمها بليسمنت تيست. بتاخد حاجه انجليزي ورياضه. الرياضه دي دي كانت المشكله بالنسبه لي انا، اللي انا اتصدمت بيها. ان انا اخدت في اول سمستر 15 ساعه تمام ودفعت حقهم. بعد ما خلصت السمستر بيقولوا لي لا انت في 6 كريدت ما اتحسبوش اصلا. قلت لهم ما اتحسبوش ازاي؟ 6 كده ما اتحسبوش بتوع الرياضه. ان الرياضه اول دي في الاول خالص دي بتبقى بدايات الرياضه، فانت بتتعلم الرياضه مش الرياضه اللي هي الاكاديميه. فاهم؟ فالست كريدت اللي دفعتهم دول انا لبستهم وما خدتش حقهم وما ما اتحسبوليش في الكريدت. ففي خلال السنتين يا تدفع $15000 يا تدفع $20000. طب هل لو انا جبت بقى درجات كويسه هل هتساعدني في الكلام ده في الجامعه؟ طبعا هتساعدك كتير جدا. ان في جامعات كتير بتدي منح للناس اللي هي جايه من كوميونتي او بتعمل ترانسفير، هي بيسموها ترانسفير من كوميونتي لجامعه. بيدوا طبعا منح على حسب على حسب الجي بي اي بتاعك. لو انت طبعا من 3.5 وانت طالع فانت بتاخد فلوس اكتر، ولو انت 3.9 بتاخد فلوس اكتر واكتر. بس في طبعا جامعات بتدي فولي سكولرشيب بس مش كتير جدا خالص. محتاج ان انت تشتغل نفسك بنقطه الجي بي اي دي. والدراسه في الكوميونتي كولج سهله مش صعبه، فتقدر ان انت
تجيب الجي بي اي ده بسهوله. طب بقى ميزه الموضوع ده بالنسبه للجامعه، الجامعه ميزتها ان انت بتعمل ايه بقى؟ هتدفع نفس المبلغ كل ترم، يعني الترم المبلغ اللي انت هتدفعه في الترم ده هو هتدفعه في الاربع ترمات اللي في الترمات كلها اللي جايه، او الثمانيه عموما، يعني حسب انت سواء حولت او ما حولتش. فهي بس فكره الكوميونتي كولج او الجامعه بتبقى في حاجه من الاثنين، في توفر فلوس بالنسبه قبل ما تخش الجامعه، انت بتوفر السنتين الاولانيين دول في كوميونتي كولج، تمام. بس انت فرصتك انت تاخد منح في جامعه مش قليله، انت كل اللي انت محتاجه درجات عاليه في الثانويه بتاعتك ومعاك الايلتس بس كده، وممكن تاخد منح اكتر من 50% اصلا. ف وهنا الجامعات بالنسبه لي انا في جيرسي زي ما انا شايفه، الجامعات بتبقى اقصى حاجه $40,000 في السنه، $40,000 في السنه. فانت لو بتاخد $20,000 سكولرشيب فانت بتدفع 10,000 في السمستر، برضو ده كتير، هو ده مش قليل يعني، ده كتير جدا. بس تقدر ان انت طبعا تقلل الكلام ده كله بان انت تجيب اعلى وتدور على جامعه برايفت مش بابليك. 3 نقطه الفيزا بالنسبه للكوميونتي كولج. اول سؤال هيساله لك الراجل القنصل، يعني انت رايح ليه ما دخلتش جامعه على طول؟ فانت يبقى عندك اجابه مقنعه ليه وليك انت شخصيا قبل ما تكون ليه، فتمام خش كوميونتي كولج وما عنديش اي مشكله. بس اغلب كده كوميونتي كولج بتقبل لازم يعني اغلبهم بيطلبوا منك ايلتس او سواء لغه عموما، يعني مش شرط ايلتس بس. ففرصك ان انت تقدم على كوميونتي كولج ومعكش لغه دي بتبقى قليله. اللي انا انصحك بيه ان انت طبعا تاخد الايلتس سواء او دولينجو، سواء يعني ده تقدم على ايه، صدقني ده هينفعك كتير جدا. سواء انت عايز تقدم على كوميونتي كولج او جامعه، خد ايلتس بالله عليك او دولينجو، اي حاجه ليها علاقه باللغه. حسن اللغه بتاعتك انها تفيدك كتير جدا في حياتك الشخصيه وانت في مصر وانت بره مصر. ففرصتك في السفاره بالنسبه للكوميونتي مش اقوى حاجه، بس انت ممكن تتقبل، يعني انت مش ممكن، انت ممكن تتقبل. بس اللي انا شايفه من وجهه نظري انا بالنسبه لل يعني الجو اللي بيحصل في السفاره دلوقتي، انا ما انصحش اي حد بيقدم على كوميونتي كولج خالص. فقدم على جامعه، الجامعه صدقني في جامعات بتدي منح كتير جدا، وفرصتك اعلى بكتير جدا في السفاره لو انت معاك اللغه ومعاك التخصص وداخل على طول على السفاره وتقول لهم يا جماعه انا رايح ادرس كذا 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 واخدت منحه كذا، صدقني فرصتك اعلى بكتير جدا جدا مما تتخيل. فما تضيعش على نفسك الفرصه دي بالله عليك. رقم 4، هل انت تقدر تدرس وتشتغل في نفس الوقت في الكوميونتي كولج ولا في الجامعه احسن؟ طيب فرصتك ان انت تشتغل في كوميونتي كولج طبعا بتبقى احسن بالنسبه، يعني تشتغل وتعمل فلوس اكتر من ان انت في الجامعه. لان الجامعه بتبقى ضغط شويه، ما تبقاش زي الكوميونتي كولج، يعني انت في الاول ايه بتدرس الاساسيات بتاعت كل حاجه، فالدنيا مش ضغط قوي عليك، فتقدر ان انت تشتغل اكتر. بس انت بقى فرصتك ان انت تشتغل في الكوميونتي جوه في الكليه ذات نفسها، تقدر ان انت تقدم وتشتغل، بس الموضوع صعب شويه لان الكوميونتي صغيره فما فيهاش تعيينات كتيره. اما بالنسبه للجامعه، الجامعه طبعا انت ممكن تقدر ان انت تشتغل طبعا بره وتشتغل جوه كمان، وفرصك ان انت تشتغل في الجامعه اكبر بكتير من ان انت تشتغل في الكوميونتي، فان في الكامبس كبيره فتقدر ان انت تشتغل في اي حاجه، اي تخصص انت كمان عايزه، اي مجال انت تحب ان تشتغل فيه هتلاقي شغل فيه وتقدر ان انت تقدر تتدرب فيه، وده بتقوي السي في بتاعك وبتقوي الريزومي بتاعتك. بس فقول لي انت بقى انت شايف ايه الاحسن بالنسبه لك بعد ما انت سمعت الفيديو كله. تقدر تكتب لي في الكومنت ايه الاحسن بالنسبه لك، تقدم على كوميونتي او تقدم على جامعه. الجامعه اللي محتاج اي سؤال طبعا ما يترددش ان هو يكتب لي في الكومنت او ان هو يبعت لي على البرايفت، انا ما عنديش اي مشكله. واشوفكم على خير. السلام عليكم.